السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد الفوز التاريخي الذي حصده المغرب في مونديال قطر ضد الفريق الإسباني، احتفل كل من اللاعبين بنشر مقاطع فيديو وصور حول الأداء الذي قدمه كل طرف في الميدان. فهناك من جن جنونه وطفق يبكي، وهناك من أخذ الأمر من باب العدوانية والخضوع، حيث أن صحيفة ماركا هاجمت لاعب المنتخب المغربي سفيان أمرابط معتبرة أنه تجاوز الحدود في احتفالاته في منصات التواصل الاجتماعي. نترككم مع لقطات بطولية للأسطورة سفيان أمرابط وهو يقف كالأسد أمام الخصوم، والتي تظهر تفوقه على وسط ميدان كل من إسبانيا وبلجيكا. إسبانيا تتذمر بينما هذا الأخير نجح في سرقة الأضواء، حيث أن الصحيفة البريطانية أشارت أن ليفربول يتابع أمرابط منذ فترة، ويرغب في التعاقد معه قبل انطلاق بطولة المونديال الذي أكد فيه اللاعب تألقه. وذكرت أن التألق الكبير للنجم المغربي في المونديال جذب أنظار أندية أخرى لصفقة أمرابط مثل إنتر ميلان وتوتنهام، لكن ليفربول لا يزال في صدارة السباق. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ليفربول عقدوا لقاء سريا مع سفيان أمرابط قبل انطلاق كأس العالم لإقناعه بالانتقال إلى قلعة أنفيلد معقل الريدز. وأوضحت أن اللقاء كان إيجابي للغاية، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا عقب انتهاء كأس العالم. وصلنا إلى آخر الحلقة، أتمنى أن تكونوا استمتعتم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أراكم قريبا إن شاء الله. شكرا لكم.